ما هو انت لا هتعرف تستثمر ولا تحوش ولا تفتح بيزنس بال10,000 جنيه اللي انت بتاخدهم كل شهر. دول يا دوب يكفوا مصاريفك اكل وشرب، ده لو كفوا اصلا. وحتى لو اشتغلت شغلانه تانية بعد الظهر وقلت علشان الدنيا تزهزه معانا برضه مش هينفع. بص معايا على الجراف ده كده من سنه 79، والانتاجيه في امريكا اللي هي بتمثل العالم برضه تعتبر زادت بشكل كبير جدا، 252% الزياده في الانتاجيه. بس لما تيجي تبص على الاجور هتلاقيها زادت يا دوب 115%، والكلام ده في امريكا. الوضع عندنا في مصر اصعب، احنا بنتاثر باللي بيحصل بره صحيح، وزود عليهم بقى تعويم، تضخم، ودخل حقيقي ثابت. يبقى انت تعمل ايه بقى؟ انت تعمل ايه؟ انت في الاف غيرك بيعملوا نفس اللي انت بتعمله مهما كانت وظيفتك. على فكره ممكن تكون احسن منهم كلهم، بس دايما هيكون في بديل ليك بمرتب اقل من اللي انت ممكن تاخده حتى ولو بجوده اقل. علشان كده بقى العمل الحر او الفريلانس، سواء ديجيتال ماركتنج او حتى سواء اوبر، المنافسه فيه بقت صعبه جدا. واللي بيكسب الشغلانه مش اللي بيقدم افضل منتج او افضل خدمه، لا، اللي بيقدم اقل سعر. يبقى احنا بقى محتاجين نميزك انت عن غيرك عشان تقدر تاخد شغلانات بسعر احسن. الحل انك تقدم نفس الخدمه اللي انت بتقدمها او نفس المنتج اللي انت بتقدمه، ولكن من زاويه ضيقه حبتين. خليني اقول لك بالامثله تعمل ايه. لو انت واحد بتاع ديجيتال ماركتنج او حتى سواء اوبر، ما دام انت بتعرف تعمل تسويق رقمي شاطر، يبقى لازم تميز نفسك في مجال واحد فقط وتركز عليه، ويكون المجال ده بيدفع فلوس بس مش عارف يجيب زبائن، خدمته غاليه. يعني مثلا عيادات الاسنان. يعني لو انت قدمت نفسك كخبير ليد جنريشن للدنتال كير، وقدرت تحصل على عميل ولا اتنين على اساس المشاركه الربحيه، اللي هو تاخد بس مكسبك من العملاء اللي بيحجزوا بالفعل، كده هيسهل ان انت تجيب عملاء في الاول وتبتدي تبني ملف كواحد بتاع تسويق للدنتال كير، وتحط فيه النتائج بتاعتك مره ورا التانيه. هيبقى عندك ملف قوي تقدر وقتها تستهدف مراكز الاسنان فقط، ومعاك البروف في ايدك ان انت راجل عارف انت بتعمل ايه. كده انت عملت بيزنس وكالة اعلامية براس مال صفر تقريبا. الف مبروك. طب لو انت بقى سواق اوبر، انت محكوم بالتسعيرة بتاعت التطبيق، وفي زي عربياتك كتير، ده بالعكس في تطبيقات ممكن اللي طالب الخدمة يساومك علشان ياخد سعر اقل. ولو روقت على عربيتك وعملتها عروسة ولا هيفرق معاك، هو نفس الاجر. يبقى نميز نفسنا ازاي؟ بص يا سيدي، تروح تتفق مع اجانس بيأجر عربيات على 3 عربيات من فئات مختلفة. خلينا نقول مثلا نيسان ساني وجي تور ومرسيدس. وبعدين تروح لشاب صغير من بتوع النت والاعلانات، تتفق معاه انه يعمل لك صفحة نت بسيطة كده وشوية اعلانات بتستهدف فيها الخليج. الحملة الإعلانية اللي انت هتعملها تكون ان انت بتقدم خدمات التوصيل طول فترة الإقامة في مصر، والسعر بيكون حسب نوع او فئة العربية اللي الناس عايزاها. وتتفق مع الشاب بتاع النت ان كل زبون هيجيلك هياخد هو منه نسبة. تروح تشتري او تأجر كده طقم رايق عشان يبقى شكلك كده في الشياكة، عشان ترفع قيمة الخدمة. كده انت عملت بيزنس سياحة براس مال صفر تقريبا. الف مبروك. طبعا انا بقول لك الف مبروك الف مبروك، بس مش هضحك عليك، الموضوع مش بسيط وسهل، محتاج معافرة وتعب. بس انت بتعافر وتعبان ليل نهار. طب ما تيجي نعافر ونتعب في حاجة تزود القيمة، بدل ما احنا بنزود وقت الشغل من غير ما يجيلنا فلوس.